يا شيخ؟ قالوا طلب كنن. اسمع، اشيل منك راتب تداني بخوشة ولا اقتلك واسمك البقالة هقط. يا عز اتق الله، مش هكذا انا بعيني عينك. اقول انا سارق ها؟ ما سارق انت، مش سارق لكن نصاب. انا سارق يا نازل. اسمع يا عصام، ممنوع تخمد راسك، واذا ما امتنعت فانا احبسك. مالك يا عزي؟ وايش الذي جرى لك؟ وين هو العز الاول اللي كان يحب الفائده للكبير والصغير؟ المفروض انت شيخ وتحثنا على طلب العلم. الظاهر ما بوش من يربيك. اسمع يا حامد. ايوه يا شيخ. خي اشتي تشتغل معي؟ اشتغل معك باي. اشتي تجلس تسمع بيوت القرية وتجي تهادرني. ما لا يا عزي، ما يصلحش كذا، هذا تجسس. اسمع وانا اقول لك، انت لا تجي تشتغل معي مو مقبل خبر هذا. خلاص يا عزي انا بشوف. لا تبغيني تشوف ما تشوف، من بكره تبدا على عمل. الله قد انا بقول لا اهنجم لا غير ما صبراش. الله يا وين جاء هذا مربوط؟ ها؟ مش راح لونه بس وجاي لا ريع له شيء. لينا هذا المشوار، وضح لي كثر. من يقولوا لك من شي نوضح لك؟ انت داري ما اناش داري. اسمعني، من الان ما عاد تعملوا شيء يسرق الا باذني. ساق الله برقص ايام زمان. مش ساعتك تدخلني شغل مصطبح بك الان. اهدالا، انا ما اكلمش جوع، لما يجي مربوش احنا نتفاهم. السلام عليكم يا شايخ. شايخ، أقول لك جيش له يومين أختفي فجأة. كيف يعني؟ هرب للسماء ولا ابتلعته الارض؟ اسمع يا شيخ، أنا شاكك إن في شيء وهو واحد علمه. اسمعني، لا تمكنش من هذا الخبر، مدتك يومين والا سيحدث ما لم اعقدك داري. هذه يا شيخ بفعل فاعل علشان تفشل خطتي أمامه. يلا طيب. خلاص تمام يا شيخ، تمام. يلا. يا شيخ انت ركلك على زغمة فاشلين، جربني انا وظهره هو عندك. متأكد؟ يا شيخ عيب لك كلمة رجال. أيوة يا شيخ، كان على عارف. يلا انا بشوفه، الله معك. خلاص ابشر. ايش قضية هؤلاء الاثنين؟ ولا بنتي مرشوشة ذهب. شكل عارف مجهز خطة، الله يستر بس. اسمعني، انا ما اناش عبد الغني، انا جيش واحد طالب الله بعد نفسه. ما لا اسمع، لحظة اسمع، انا مسؤول كوكو، لو انا محتاج والله ما اسألك. بعد حتى لقيت لك القرية، انا اصلا مش من القرية، انا من القرية اللي خلفي، وتضرب عرض راسك القدر. الان لو تدورني كم ما دورك، انت عند عمك جيش عادة تجي تبز انت اديك برضاك. خلاص ما عادش داعي لكثرة البكاء. البكاء يزيد يعذب الميت. الله الله. وكما يقولوا يا قاتل أنت مقتول مسرع العبرة. الله، عاد باقي شاعر ابنه المسرف ما ينطل إلا شوكة. والله أعلم كيف عايف عنا من سب الأراضي وعاد تبكي على أبوه. بالله عليك يا أخي، من أبي وأمي كيف عادني مبكي؟ ابن أبوش وأمش، وهو كبر ظالم بالقرية. لو عاد أبوش عايش النقاء قضي له. على لك ما الله الله الله، وكان ماذا خبر ايش؟
والبكاء يعذب الميت، هي لا كيف العاني. إنما تقول بغيره، الإمام ليس طيب وما يعملش هذه الحاجات. طيب أنت متأكد أن الخبر هذا قوي من صيد؟ يلا واصل له، أنا أزيد أتأكد. يلا خير، مع السلامة. الحين كيفه؟ أكلم أبي ولا ما أكلمه؟ يا جماله وأكلمه هتقوله غلطة، وبالأخير الإيماني والله يطلع يفعلها كلها والله جريمة. أصلا هو يحب الفلوس وكان وافق بالإمام، والله ما كلمه يسمع من غيري ولا يسمع مني. لا حول ولا قوة إلا بالله، طمع نفسه على حاجة ما تستاهلش. الله، هذا كان القدوة حقنا. هذا إذا كان إمام القرية، كيف يكون البقية؟ صدق اللي قال الفلوس تغير النفوس، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا قد كنت كلمتكم من قبل وأنتم ما تصدقوش. لكن والله إنها جريمة، شوه بطلبة العلم وشوه بالكل. هو قاطع من الفلوس، يبيع أي حاجة من شان الفلوس. خلى الفلوس تنفعه بالدنيا ما بالآخرة، يوم لا ينفع لا مال ولا بنون. إيه والله صدقك، لكن إحنا ما نطبق ولا نعتبر. كيف يقولوا بيت الشيخ وهو ما بسطش أي حاجة؟ أي دليل عشان أثبت على الشيخ؟ ما بقول هذا وجه الناس، الآن أجنبه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمع يا حاج واصل، الشيء يكلمك بموضوع. خير يا مو ما كنت تشتاء، كما انت ما منك شغل ولا ما منك الا المصائب والمشاكل. ما بش حاجة يا حاج واصل، هذه كل المرة لصالحة. هي تكلم تخابر. الموضوع ما فيه انك تتجنب من شاحب. هي هذه اللي هي لصالحين، ما ذي قناة داربي وقناة تزيد منك دارين. قل لي إن البصائر حقك حق البيت، والبصائر حق البيت للمو، هذا اللي عندي. والبصائر حق الأحوال إنهن. هو البصائر أقولنا مع فاطمة. وفاطمة أكيد إنها خليتهن عند أخوي سراج. لا مو خليتها عند سراج، أنا تروح الشعلمة بعد هذو أراضين رجع شعب يسلم عليه إلا سلام. يلا على ما قلت لك، يلا اقرأ. أيوة والله ما راحت لك يا شاحب. أنت دارين معي موضوع لك وخايف تفهمني غلط. مش بعتك يا جهش، خلالي حالي. لحظة أنا ما أكلمك لو أنا أحب مصلحتك ولا معي منك. طيب خلاص تمام، قل لي إيش الموضوع. لا يمشي بهذه البساطة، توعدني إنك ما تكلم حد. أوه خلاص طيب تمام، ما أنا شغل مع حد. أنا دي كيف أنا مانيش مطمن لك، وعد رجال. أقول لك وعد مو بينك للغاية حقك. ما لا خلاص تمام. ليش ما تستغلش غياب أبوك وتبص كل شيء ليده وتوقع على المستملك؟ كيف تقصد؟
اقصد هو كل شيء عند ابوه، خلاص توزعن وتسح جيبهن عندي وانا اخبي اهلك، لو يجي اكبر واحد ما يجيب اهله، ووقع انا وانت معنا سرنا الاثنين ما حد يضحك ثاني. مو بك تضحك انت دارين، خلاص براحتك، هو اصلا ما حدش يتجمل هذه القريه. مت يعمل لي بهذا الكلام يا لا ما نضحك علي. ما كان قريب وكلام بوكلا، هي ما اقول الموضوع هذا يسكت اسكت. تمام لا تصيحش براحتك، هو ما حد يفعل خير بهذه القريه. وبعدها قل لي كيف لقيك اليوم اللي تصلي وانت ما تعرفش الجامع الا بالعيد وعادك ما تجيش؟ ظنين انت ما انتش حق احترام يا قوم. وبه لا يا حقكم يا قزيز. الله لا الحق خير، انا ساكت لين جاي يكلمه. طيب جيب لك وش عقين نقول لك لا سعدك. مجته انا والله ما انا عبد غني، مش عبد غني مجته. تعال ما تخاف، والله ما نتعلق في تعال. انقي اقول لك انا اسمي جهيش، والله ما انا عبد غني، انا جهيش. نعرف تعال وما نتعلق فيه، ما تفهمش. خلاص تمام راح الغلبة وعد ما تتقين. دحين قل لي يا ابني ولا عديك لنا كلمة على الطبقة. يابا انا اكلمك وامري الى الله. انما هو يا ابني يقلك كنين البيت يابا اجرنه للمنظمه. يو يا ابني وانت وين تسكن؟ لا يابا احنا نكون نستلم الايجار واحنا بزوتنا احسن لنا. والله اذا كان الموضوع هذا لك فانتخبه. ما عليك يابا ما يصير الا كل خير. هي إن يا ابني والايجار لين يوصل ليدك لا ليد الشيخ. ها ليدي ليدي ان احنا عاينه، المهم وبه من الشيخ. الو وينك؟ طيب عيوني لك. تعال المهمة جاهزة. الصدق انتو رجالي لو فيها. شوف قلبي عرفي كامل على ما اتفقنا. خلاص طيب على ما اتفقنا. يلا سريع نحن في انتظارك. خلاص طيب الآن باقي لكم الآن. يلا الآن يا همام بنشوف من يتزوج بنت الشيخ أنا ولا أنت. اسكت والله مسك لي يقرع الراس. اسكت والله مسك لي يقرع الراس. وين اختفي عارف؟ يا همام لا تلعبش مع عارف خط احمر.